بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. هذا النصر هو اللي كان فيه فتح مكة، والسبب ديالو أن قريش نقضوا داك الصلح اللي كان بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي هو صلح الحديبية، واللي كان في السنة السادسة للهجرة. فخرج لهم الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة مختفيا، وكان كيقول في الدعاء ديالو: اللهم عمي أخبارنا عنهم. ثم فاجئهم ودخل مكة في 20 من رمضان، ومعاه 10,000 مقاتل. بعد ذلك وقف صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة، وتجمعوا عليه أهل قريش، وقال لهم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ وهو صلى الله عليه وسلم كان قبل 8 سنوات هرب منهم، وكان مهدد بالقتل. وكان الجواب ديالهم: أخ كريم ابن أخ كريم. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعفى عليهم عليه الصلاة والسلام. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. كانت قبائل العرب بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا كيتسناو الموقف ديال القبيلة ديالو منه، وكانوا كيقولوا: إن ظهر على قومه فهو نبي. وفعلا بعدما أسلمت قبيلة قريش بعد فتح مكة، دخلوا هذه القبائل في دين الله أفواجا، وبدات الوفود كتجي عند الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى تسمى العام 9 للهجرة عام الوفود. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. التسبيح هو تنزيه الله تعالى عما ما لا يليق به سبحانه، والحمد هو الثناء على الله بالكمال مع المحبة والتعظيم. والمعنى ديال الثناء هو المدح اللي كيكون معاه المحبة والتعظيم ديال الله عز وجل. والاستغفار هو طلب المغفرة. المغفرة هي ملي كيستر الله الذنوب ديال العبد ديالو وكيمحيها، فالعبد ضعيف كثير الذنب وكيحتاج للمغفرة. بخصوص هاد الآية هذه السورة، لابد من الإشارة إلى أن عمر رضي الله عنه انتقده بعض الناس لأنه كان كيدخل عبد الله بن عباس رغم صغر سنه لمجالس كبار الصحابة دون بقية شباب المسلمين في المدينة. سيدنا عمر كيرد على هذه الانتقادات في واحد المجلس اللي كانوا فيه أشياخ بدر من الصحابة بحضور ابن عباس. سولهم عمر، قال لهم: اش كتقولوا في تفسير هذه السورة، يعني سورة الفتح؟ شي وحدين جاوبوه وقالوا: إن الله أمرنا أن نحمده ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وشي وحدين من الصحابة قالوا: الله أعلم. ثم عمر غادي يلتفت لابن عباس ويقول له: ما تقول يا ابن عباس؟ جاوبوا: يا أمير المؤمنين، هو تفسير هذه السورة هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن فتح مكة هو العلامة ديال النهاية ديال الأجل ديال الرسول عليه الصلاة والسلام. داكشي علاش الله عز وجل أمر الرسول في هذه السورة بالحمد والاستغفار، إشارة إلى أن أجله قد انتهى، فليستعد للقاء ربه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة يكثر في الركوع والسجود ديالو من قول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.